سوري يقولوا لي بفضحك والله غصب عني، بس عشان خاطر البرنامج. يعني عدى عليا، بس انا ما كنت بقى خلاص بقى بطلت تلفزيون غالبا ولا ايه؟ صحابي كانوا متابعينه، عندي واحده صاحبتي هتشوف دلوقتي هتعرف، كانت بقى يعني ده حاجه بالنسبه لها يعني كل يوم. كنت بعرف اخباره من صاحبتي بصراحه، عارفاه طبعا، كنتش متابعه جيده يعني. ستار اكاديمي، ياه كان نفسي ادخله قوي وانا صغيره، 6 سنين مثلا 7 سنين، كنت شايفه نفسي فنانه وانا صغيره يعني كده، كنت نفسي اخش بقى واقعد اشغله واغني معاهم وبتاع، كنت فاكره نفسي فظيعه. ستار اكاديمي ده اللي كانوا بيقعدوا فيه 4 أو 10 مع بعض، يختبروهم لمده شهور ويصوروهم في كل الحاجات وكده وبتاع. ما كنتش مهتم بيه يعني، شفته وعدى عليا بس. يعني معرفش والتصويت مين. والحاجات دي، والناس سخنت على بعض، حد من الكويت وحد انا من كان مصر. انا كنت بشوف صحابي بجد والله العظيم يا صاحبتي دي سوري يقولوا لي بفضحك والله غصب عني، بس عشان خاطر البرنامج انت فاهمه. طب لولو هنعمل ايه النهارده مثلا؟ لا احنا مش هينفع النهارده بقى ايه، مش عارفه مين طالع نومينيه واحنا لازم نقعد، يعني كان حوار والعيله كلها بتتجمع